بسم الله الرحمن الرحيم. بيان خطأ من يظن أن التصوف والفلسفة من وسائل المعرفة. بيان خطأ كوزان تكن من غير تصوف وفلسفة جي أوجه وسيلة معرفتنا ببيان شيء في بيانك. نريد التعرض لأمرين يظن خطأ أنهما من وسائل المعرفة. أم تخازن مش يدي تشتغلن يعني بعض تشتغل كنت تزان كده خطأ ولا تزان كده كبانا وسائل المعرفة يعني لو زان أبو باني شيء بين يعني وسائل علمي لنا وهما التصوف الفلسفة مش تصوف فلسفة. أما التصوف محاولة العمل بالشرع. عليكم السلام. محاولة العمل بالشرع جليله ودقيقه والالتزام به. التصوف شابا عمل كنا بشرعيه بشريعته يعني إيه مازن بتشوك والتزامه بشريعته تصوف أوي يعني التصوف محاولة عملها بتمام شريعته يعني جليل دقيق أو تمام شريعته يعني والتزامه به والمواظبة على ذكر الله تعالى والمواظبة على المحافظة على ذكر خدا وعلى تعليق القلب به وكما القلب يخد بسبيل خدا جريده. طلبا لتحصيل المراقبة المستمرة لله تعالى شكو طلبا تحصيل مراقبة دامش خدا يعني كما الدنيا كنترول خدا ده ومراقبة شيفه تصوف سبيا سكن. قال الإمام الرباني قوتيه الذي هو فارس هذا الميدان كما يرخص في أعلان أو في هولي قوتيه إن التصوف دولة سورية وسعادة معنوية. قوتيه التصوف دولتك الشكلية وسعادتك معنوية يعني بالي أو مسألة قلب وجه بيجا تفسير كيف. والدولة السورية دولة سوريا أن يكون ظاهر الإنساني محلا بحلول الشرع يعني ظاهر إنسان وراء وراء خشكاية شريعتي به يعني وراء شريعتي به مزين بالواجبات والسنن والآداب طبعا خشكاية شريعتي أفن يعني خاطب خشكرن بشيء واجب بشيء سنة بشيء آداب مبتعدا عن المحرمات والمكروهات الشيء حرام والشيء مكروه دور به. سعادة يعني دولة سوريا به يعني تصور دولة سوريا يعني جرى ظاهري برفا جرى شريعتي به. سعادتها معنوية أن يكون قلبه متعلقا بالله تعالى تعلقا دائما قلبي بخضابة به خضابة جيداي به دائمي كتعلق قلب العاشق معشوقه وكتعلق قلب العاشق بمعشوقه يعني أو عشقه به وكخائف يتوقع خطرا شديدا وكاكي بالترس تهديكاكي مأزر الترساء فيلازم قلبه خوف منه دائما وقلبه لا تصوي ترسيه فينفك عنه جناقه. وقد قالوا الطريق الله تعالى إما حب من الله أو خوف منه قلتنا يا بالخدا يا حسكناش خدا راي يا تصاش خدا يعني دريوي هنا يا شيء حسبكي جناه نكي يا تجيب ترسينك. وقال الإمام رباني أيضا قلت أول تصوف محاولة الحصول على المراقبة المستمرة لله. قلت أول تصوفي شابا معرف مراقبة دامش خدارة ما ياخذ بني كنترول ويداية خارج مروا هي تمام حركات وسكنات مرجع جنبي طرف ويداتين مراقبة كرن ومرفيات شيفه وآخره تحصيلات الملكة يعني أول مرة girişme ويه محاولة ويه çaba ويه sonra ve küverçi bu artık insan yani tasavvufi şey tasavvufi تيخوستين أنجيج. فالتصوف إذن عمل منتظم بالشرع الشريف عملك düzenli hatta düzen كرن شريعتي وتحقق بآدابه وغاياته وحقائق التي طلبها الشارع. O gerçekleşmeye çibune bu adab-ı şer'i bu gayatı ve bu hakiki ve kuşarı hastiye. Ve tehallukun bi ahlak Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zaten muanna viyaj devri tehalluka yani khoy ahlak buna ve ahlakı Peygamberi aleyhissalatu vesselam. وقال بعضهم كقولت من زادك خلقا فقد زادك تصوفا هيك اخلاقي وش باخلاقي كيف بيشاته او تصوفيش بيشاته ده لما التصوف اخلاقي. فالتصوف عمل وخلق وتعلق بالله التصوف عمله اخلاقه وبقوا جريدانا قضايا. هذا هو التصوف اوله واخره التصوف ابه يعني اولي يجي ابه وصونا يجي. وهذا هو المقصود من اعمال التصوف وهو تعليق القلب تعلقا مستمرا بالله. مقصود اعمال التصوف ابه ما تشيك ما جو او يجيك بالقلب ياخو جريده بجريدانك دامي في خدا. ومن حصلت له هذه الدولة إيه في دولة جير شيء بذا فهو صوفي الحق صوفي حق أوي. زادت عنده العلوم والمعارف ولم تزد قاضي بلا علم ومعارفي هبن فرق قاضي بلا تنام. فإن الأصل من العلوم والمعارف التي تفي بحاجة الإنسان في الدنيا وعقباه هي العلوم والمعارف مأخوذة من الشرع. çünkü asıl علوم ومعارف كتينين جي وفات كن احتياجها إنسان دنيا وآخرته ده
علم معارفه كاتنا جتن شريعتي والمطلوب حصول المكلف أو تشيكو حصولاج مكلف را يقصد ومع ذا فضل زي ديوان سيدينه. نعم قد تحصل للسالكي أو للمنتهي علوم ومعارفه جانا جسان السالك رأيك يكو انتهاء كيان تصوفيت قدينة دي صنع تصوفي جرى حاصل دبا علوم ومعارفه وإنك علم إنك معرفة تكون بمثابة الشرح والبيان لما أجمل الشرح. يعني وقع دبا شرح وبيان تيكو شرعي مجمل سكيكي يعني إنك بلكي إنك يورمي وخلق مزانة فهمتك. وهذه المعارف لا يعتد بها إلا إذا وافقت الشرط أو معارف يكون بين حاصل بك حاصل بذا يعني إنك يورمني إجمالا شرعي وأنا أو بك وأنا شروع بك وأنا تفسير بك أفجي لا يعتد بها إلا إذا وافقت الشرع يعني أبي يورمي بي أبي اجتهاداتي بي وقت يكون موافقة شرعية شريعتي بدي اعتبار كنا لا اعتبار كنا. فإن خالفت الشرع مقدار شعرة قاضي موتي مخالفة شريعتي به فهي مردودة ومنبوذة ومرسولة وشاتي رد كده آفيتن ورسيلة ولا يعول عليها تعول يعني اعتماد سري نايكر. فالتصوف ليست وسيلة من وسائل تحصيل المعرفة في نفسه لما التصوف لا وسيلة وسائل معرفته حد ذاته خدا بل هو وسيلة من تهذيب النفس وتقويم الأخلاق وتعليق القلب بالله بل وسيلة تمسكنا نفسي را شراسكنا أخلاق را وش قريدان قلب خدا. وما عدا ذلك مما يسمى تصوفا خي نيفانات شيء بين التصوف يتخذ لتحصيل الكشوف والمعارف لذاتها فليس تصوفا ربانيا. يعني كنت قلت تجبو تعرفوا كشف كراماتها شو معرفتها يعني أو يتم أو لا تصوف ربانية. التصوف مغشوش يعبد صاحبه الكشف والمعارف لا الله بل تصوفك أو تبلي هذا قارشغة خوي عبادة تكشف كشف عبادته كرادش معرفة العبادة قدرتك. ويعاقب الله صاحبه بالإكثار من الكشوف المظلمة المحيرة جزات كخدای تعالى خويوي بالإكثار من الكشوف المظلمة المحيرة يعني كشف مش فرد ذيك أما كشف تعريبون سريشت في داوية الحيدة داخلات ببي. وأما فلسفة فالمعروف أنها عبارة عن محاولة معرفة الحقائق بالعقل المجرد من غير واسطة الشرع والرسل والوحي. لما فلسفه فالمعروف يعني شيء تزاني جي عبارة شابا ناس كرنا حقيقة بعقل مجرد بواسطة شرعي وبيخنبر وحي. والعقل كما بينما بلي قلت عقل عاجز وقاصر عن ذلك الحقائق في أبواب كثيرة عاجز وكيمة جشنا حقيقة جلك قونيادا جلك مجرد ولا سيما في وراء الطبيعة وزليك تشتي فيشتي أوي يعني متافيزيك بتبيجنيا فيشتي مرني. وبالأخص في الإلهيات من قسم إلهيات مثل بعثات جنة وجهنم وصفات خدا والشوارع. ونقصد بالفلسفة التي ننكر كونها وسيلة للمعرفة نقصد الفلسفة الإلهية طبي قسم الفلسفة كان بيجن نابع وسيلة معرفة إلهية أكل بعث خدا يقول مشهورة كمشار. والفلاسفة في جملته فلسفة يعني توبتان من وجود الله يعني غالب يعني إيمانا بخدا هي لكثرة الدلائل القائمة على وجود الله ووضوحها وجلاله يجب دليل سلوك خدا برن وأشخن إيمانا هي. ولكن مشكلتهم بروبلما بس كده كوان هي ما أشار لقوله تعالى شيء خدا قوتي وما قدر الله حق قدر خدا بين هي ما حقي يعني ما عظم الله حق عظمته يعني قاسي مزدا خدا مزناك قاسي داير خدا داير ناظر خدا. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة طبعا أرض قبضة داير رجع قيامة كنترول وداية والسماوات مطويات بيمينه عثمان بيتشاين الراستيفي طبعا آياتي أوين وآياتي تشابه بيجنيا سبحانه وتعالى عما يشركون كانت تجي أوين كانت كنترول وداية سبحانه وتعالى عما يشركون خدا منزهة وبلنده شيء وطاقشت شيء هذا شو منزهة. والسبب في ذلك السبب في أن العقل الإنساني عاجز وقاصر يعني كما فلسفجي حقي معرفة خدا نادنيكي يعني حقي بناس لكن سبب بيجي بعقل إنساني عاجز وقاصر في مجال ما وراء الطبيعة. ما وراء الطبيعة يعني متافيزيك كذا أو قاصرة و في وراء ومجال الإلهيات خاصة ومجال يعني شيء ومجال الإلهيات خاصة لذلك ما وراء الطبيعة وألانا إلهياتنا. وهذا المجال هو مجال الوحي طبعا ألانا وحيية وليس مجال العقل لا عقل çünkü أو ما وراء الطبيعة وذلك مجالك خاص بالقضاء نوري.
والوحي لا يثبت صدقه وكون من عند الله بمجرد ثبوت الله. طب صابتنا بوحي لا يثبت صدقه، يعني كراسة نراسة وحي صابتنا بصدقه وكونه يشترف قضايا صادجة بثبوت قضاء نابه، بل لا يثبت صدقه إلا بثبوت الصدق الرسول في دعوة الرسالة. واحد كي صدقه صابت به وقت بيج بيغمبر ديا أو يشات شيك وان يجي راست. ومن أجل ذلك أما القضاء هي بكاو عن ذي وحي أو يا ناوية ويا مشكلة، يعني ويا حبونا قضاء ناب سبب صدق وحي. هيك قالك إيكو مثلا إيكو وحي تينا بيفيا وحي قضاء في خبره وقت إثبات راسبونا ويشيبه أو بشر واحد بقى قضاء. وقت إثبات ويشيبه قال دليل كنا إثبات دليل قضاء هي مطبوع وحي شاد وحي نشان. ومن أجل ذلك يجب في خاص نرى أن الفلاسفة من فلسفة الذين لا تحول عندهم مع الوحي والنبوة أظانك اعتمادهم وسر الوحي والنبوة تنا قد اختلفوا في معرفة الصفات فيما بينهم، مثلا صفات الخضاء آراء خضاء بلا اختلاف وانفرد. وإن اتفقوا في بعض الجهات من تنكب مسألة واندا اتفاق كلبنجي وما تقول لك هذا اختلاف واضح. وأما الآلاف المؤلفة من أنبياء الله ورسله أما يعني حزارة بحزارة مش في خمري خدا فكلهم اتفقوا على بيان واحد من صفات الله تعالى اتفاقا سلبانا كي يعني بيو خدا مثلا دوين عليبة وقديدة وبريدة ونوري. ذلك لأن مصدر هو الحق المطلق، شو مصدر هو الحق المطلق هو الوحي الإلهي وحي خداي كما قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا مشروع كريه يا صاج وراشدين تشيك وصيت كريه بيل نوح والذي أوحينا إليك وتشيك مشروع وحي كريه وما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى من الفاضلين وصيت كريه أو جتشيه أن أقيم الدين ولا تتفرقوا. رحمك الله. دين إقامة بكم بينجي أو الدين ده أو نبت شاف نقد إلى غير ذلك من الآيات آيات يجي هنا. تمام. بس آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.